السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في درس جديد من دروس ايزي انجلش بالدارجة. درس اليوم غادي يكون تتمة للدروس الجراما اللي كنا بديناهم فيما سبق. درس اليوم ان شاء الله غادي يتمحور حول past continuous. الباست continuous هو من الازمنه اللي هي كانت في الماضي وكملت في الماضي، يعني الازمنه اللي غادي تكون اخر ان شاء الله اخر درس في التنسز في الماضي. كبداية ان شاء الله في دروس الباست كونتينيوز غادي نبداو بهذا ليكزومبل اللي هو قدامنا ان شاء الله. Yesterday Ahmed and Yasin played soccer. They started at 10 o'clock and finished at 11:30. في الأمس لعب أحمد وياسين كرة القدم. بدأوا اللعب على 10 وانتهوا على 11:30. So at 10:30 they were playing soccer. إذن في 10:30 بداو. They were in the middle of playing soccer. عندنا at 10:30 كانوا مازالين كيلعبوا، يعني مازالين كيلعبوا مع 10:30 مثلا حتى ل 11:30، يعني لاكسيون مازال. عندنا واز ولا وير بلاس فيرب بلاس اي ان جي هو الباست كونتينيوس. الباست كونتينيوس كيجي لينا يا اما هذا الزمن للتعبير عن فعل وقع في الماضي اثناء وقوع فعل اخر، يعني كيجي لينا حدث وسط حدث، ولا ملحوظه هامه او هذا الزمن كيجي لنا دائما معاه الزمن الماضي البسيط، ولا اللي كتخلل له دائما الاستمراريه، يعني كيبقى اثناء وقوع حدث. كامثله غنقولوا we can say that something happened in the past simple و in the middle of something else، يعني past continuous. كمثال غنقولوا it was raining when I get up. كانت كطيح الشتاء ملي فقت، يعني الشتاء كانت ديجا كطيح ولكن ملي فقت انا مازال مستمر. هذا هو الكونتينيوس. مثال آخر I hurt my back while I was working in the garden. يعني أنا أديت الظهر ديالي بينما كنت خدام في الجردة، يعني أنا كنت خدام في الجردة وفي خلال الخدمة ديالي في الجردة أديت الظهر ديالي. هذا هو الكونتينيوس، فعل وقعنا في الماضي ومازال مستمر في الماضي. مثال ثاني while I was sleeping a thief entered my room. عندنا هانتوما الا انتبهتوا في الجمله اللي هي بالازرق غتلقاوها ماضي مستمر، واللي بالاحمر اللي هو الماضي البسيط اللي هضرنا عليه. بينما كنت نائما داخل لص غرفتي، هذه الجمله تحتوي على حدثين، احدهما ماضي مستمر وهو النوم، والاخر دخول لص الغرفه الذي حصل اثناء النوم. مثال ثاني when we were eating my father came. عاوتاني كما المثال الاول الماضي المستمر بالازرق والماضي البسيط بالاحمر. بينما كنا ناكل جاء والدي. هذه الجمله تحتوي على حدثين، احدهما ماضي مستمر وهو الاكل، والاخر مجيء والدي الذي حصل اثناء الاكل، وهذا هو الباست كونتينيوس. ملاحظة يمكن لنا نوضع واحد أداة الربط وسط الجملة دون أن نغير المعنى، فتصبح الجملتين السابقتين كما يلي. يعني a thief entered my room while I was sleeping، يعني اللص دخل لص غرفتي بينما كنت نائما. المعنى ديالها ما تبدلش والاكسيون مازال ماضي بسيط وماضي مستمر. مثال ثاني my father came when we were eating. هي هذيك جاء والدي بينما كنا ناكل، يعني حصل التغيير اللي هو قلنا while when بحال في الباست بيرفكت قبيله. هاد الادوات الربط كنستعملوهم دون تغيير المعنى الاصح للجمله ودون تغيير التنسز ديال الجمله او الفواصل ديال الجمله. ملاحظه كنكتبوا الفاصله اذا بدات الجمله بكلمه وايل وكتحذف اذا وقعت في منتصف الجمله الاولى. كنذكروا دائما ان قاعده وايل بها فعلان، الاول طويل مستمر والاخر مفاجئ وهو ماضي بسيط. الباست continuous tense is used for action going on at a particular time of in the past، يعني كنستخدموه في واحد الوقت محدد من الماضي البسيط. statement في الباست continuous tense كنخدمو في الاي والهي والشي والايت، الواز ولا واز نوت بلاس فيرب بلاس لا ان جي اللي هي لوكين، وفي الوير ويو وداي كنخدمو وير ولا وير نوت لوكين، وعندنا في يس نو كويستشن كنخدمو واز وير مع subject مع الفيرب بلاس لا ان جي. هذا هو statement في الباست continuous tense. Forming the past continuous we use was ولا were plus main verb plus ing. I was reading all last night. كنت أقرأ الليلة الماضية كلها. What were you doing at 2? ماذا كنت تفعل عند الثانية؟ Remember the spelling rules with ing. move moving, stop stopping, die dying. Be careful for stative verbs
we need the past simple not the past continuous. As example, I know what to do next. أنا أعرف ما أفعل لاحقا. حسناء didn't like cold weather. حسناء لا تحب الجو البارد. stative يعني كتعبر على شي حاجة اللي انت عايشها، شي حاجة اللي هي ديالك personal خاصة بك. uses of the past continuous for things which happening at a certain moment in the past. كنخدموه لشي حوايج اللي هي واقعة لينا في واحد لو مومون في الماضي، في واحد اللحظة في الماضي. كمثال what were you doing at 12. ماذا كنت تفعل في 12. I was going for lunch. لقد كنت ذاهبا للغداء. كنستعملوا أيضا the past continuous for emphasizing that something happened for a long time. باش كنبينوا شي حاجة ولا شي واقعة وقع لينا لواحد المدة طويلة. كمثال the baby was crying all night. الطفل كان يبكي كل الليل. من الاستعمالات أيضا ديال past continuous for things which were happening when something else suddenly happened. كنستعملوه ملي كنبغيو نعبروا على شي حادثة وقعت لينا وخلال داك الحادثة وقعت لنا شي حاجة أخرى في داك الحادثة نيت. كمثال غنلقاو عندنا أن لاكسيون ها هي قدامنا في الفلاش. سمحوا لي على الرداء ديال الرسم، مازال خوكم متعلم، ولكن المهم أن الفكرة توصل. كمثال عندنا لاكسيون ها هي غدا بالسهم الأحمر، وخلال داك لاكسيون وقعت لنا واحد لاكسيون اخرى بداك المنحنى الاسود، وخلال داك المنحنى الاسود وقعت لنا حادثه اخرى ومازال مستمره معنا خلال داك الحادثه. كمثال كنقولوا I was playing football when I hurt my leg. كنت كنلعب كره القدم اللي هي الخط الاحمر ديالنا، وحاليا مازال كنلعب كره القدم ولكني عرضت الرجل ديالي للحادثه، يعني وقعت ليا واحد لينجوري، وقعت ليا شي حاجه ضرت ليا الرجل ديالي ولكني مازال انا مستمر في اللعب. الباست كونتينيوس تنس ايضا كنستخدموا فيه شي حاجه الا كانت واقعه ليا في الوسط ديال شي حاجه. كمثال I was doing something، ليكيفالون ديالها I was doing in the middle of doing it at a certain time. The action or situation started before this time but had not finished. كمثال I was reading a book when I got a call from my mom that she was in the hospital. كنت كنقرا ومازال كنقرا ومازال غادي نقرا، ولكني تلقيت واحد الاتصال من الام ديالي انها راها في السبيطار. حاليا راني تلقيت الاتصال ولكني راني كنت كنقرا ومازال كنقرا. rules of the past continuous. عندنا في لافيرماتيف كنخدموا subject plus was ولا were plus verb plus ing. مع الهي والشي والإت كنخدموا was he was going to school. في I واليو والوي وتراي كنخدموا were they were going to school. في negative form كنخدموا subject plus was ولا were plus not plus verb plus ing. عندنا مع الهي والشي والإت he was not going to school. في I واليو والوي والday they were not going to school. كآخر نقطة عندنا في الباست كونتينيوس تنس هما الكيوردز. الكيوردز عندنا while when at the time all day all night all morning yesterday at time. عندنا 8 p.m 10 a.m 12 a.m. كمثال in the middle of during constantly always. وعندنا for مثلا كنقولوا for hours for days for months for years. الدارجة ديالنا while كتعني لنا خلال، when حان وقت ولا متى، at the time خلال ذلك الوقت، all day all night all morning طوال اليوم طوال الليل ولا طوال النهار. yesterday at قلنا time 8 ل 10 yesterday أمس خلال 8 مساء 10 12 إلى غير ذلك. in the middle of وسط كذا، during خلال كذا، constantly يعني طوال المدة ولا شي حاجة repetitive شي حاجة متكررة. always دائما. for hours يعني لمدة ساعة لمدة يوم لمدة سنة لمدة سنين وهكذا. هادو هما الكيوردز اللي ديما خصنا نلقاوهم باش نخدموا الباست كونتينيوس، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معنا.